أهلا بيكم طلبة سنة تالتة إعدادي، ورجعنا معاكم مع حل امتحانات المحافظات. دراسات الترم التاني تالتة إعدادي من كتاب الامتحان. معانا النهاردة محافظة السويس، وهنبتدي مع بعض بأول سؤال في الخريطة. بيقول لنا هنا: أمام الخريطة لدولة الهند وضح ما عليها ما يلي. واحد، خليج البنغال. اتنين، البحر العربي. تلاتة، ميناء مومباي. أربعة، دولة نيبال. بعد كده اكتب المصطلح الجغرافي لما تشير إليه العبارات التالية. واحد، زراعة الأرض أكثر من مرة في العام الواحد بهدف إشباع حاجات السكان المحليين، دي هتبقى الزراعة الكثيفة. اتنين، منتج حيواني تعد الصين أكبر الدول إنتاجا له، دي اللحوم الحمراء. تلاتة، مصدر رئيسي للطاقة في العالم حاليا، وتعد أوروبا أولى قارات العالم إنتاجا له، وتنتج ثلث إنتاج العالم، ده الغاز الطبيعي. أربعة، أكبر الأقاليم الصناعية في العالم الجديد إقليم شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية. سؤال جيم بيقول لنا: بما تفسر شهرة استراليا بإنتاج الأصواف في العالم؟ هقول: حيث تربى أغنام المارينو الشهيرة بأصوافها الناعمة والبيضاء. آه، سؤال رقم اتنين: قلة السكان في دلتا نهر النيجر بنيجيريا. هقول: بسبب وجود الغابات الكثيفة والظروف المناخية القاسية. بعد كده عندنا السؤال التاني. ألف، اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين. الشاي نبات دائم الخضرة، موطنه الأصلي إيه؟ هيكون الإجابة شرق آسيا. اتنين، تعتبر مركزا للتجارة والتعليم والمواصلات بنيجيريا، دي هتكون إيبادان. تلاتة، يحد الولايات المتحدة الأمريكية من الجنوب دولة المكسيك. أربعة، تقع أكبر الدول المنتجة للقطن بقارات العالم القديم في الجزء الشرقي، اللي هي دولة الصين اللي هي في شرق آسيا. ما نتائج كل من افتقار الهند لمصادر الطاقة مثل البترول؟ أقول: لجوء الهند لاستخدام الطاقة النووية والكهربائية. اتنين، تمتع الولايات المتحدة الأمريكية بموارد طبيعية متنوعة، أدى ذلك إلى تعدد الأنشطة الاقتصادية وضخامة الإنتاج، وبالتالي أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية القوة الاقتصادية الأولى في العالم. سؤال رقم ثلاثة: وجود معادن بالدول النامية أدى إلى قيام الدول النامية بتصدير المواد الخام المعدنية إلى الدول الصناعية المتقدمة لعدم توافر المقاومات الصناعية بها. بعد كده هندخل على سؤال جيم. بيقول هنا: أعد كتابة العبارات التالية كاملة في كراسة الإجابة بعد تصحيحها. يعني أنت هتكتب نفس الجملة، بس الكلمة الغلط هتشيلها وهتكتب مكانها الكلمة الصح. بيقول لنا هنا: يتم إنتاج الكهرباء الحرارية من السدود والشلالات، هنشيل كلمة الحرارية ونكتب مكانها المائية. نيويورك أكبر مدن السهول الوسطى بالولايات المتحدة الأمريكية وتقع على بحيرة ميشيغان، هنشيل نيويورك ونحط شيكاغو. تلاتة، يقع معظم نيجيريا في نطاق المناخ الاستوائي، هنشيل كلمة الاستوائي ونحط مكانها المدار الحارة. ثانيا، التاريخ بيقول لنا: بما تفسر حصار القوات البريطانية القصر عابدين في فبراير 1942؟ هقول له: لإجبار الملك فاروق على تعيين مصطفى النحاس باشا رئيسا للحكومة. سؤال التاني: بما تفسر العدوان الثلاثي على مصر 1956؟ ده نتيجة ثلاث أسباب. ألف، عقد حكومة ثورة 23 يوليو اتفاقية مع الاتحاد السوفيتي لتزويد مصر بالأسلحة والمعدات لمواجهة الأطماع الإسرائيلية والاعتداءات على الشعب الفلسطيني، ده رقم ألف. رقم ب، مساندة مصر حركات التحرر الوطني في الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي. رقم ج، تأميم مصر لشركة قناة السويس في يوليو 1956، تمام، كشركة مساهمة مصرية. دي الثلاث أسباب
اللي هم أدوا للعدوان الثلاثي على مصر 1956. السؤال الثالث: مما تفسر تدهور الأوضاع الاجتماعية في مصر قبل ثورة 25 يناير 2011؟ هقول له بسبب زيادة الفوارق الاجتماعية بين طبقات المجتمع وغياب العدالة الاجتماعية في توزيع الثروات. السؤال به: لمن تنسب الأعمال التالية تم تكريمه في الذكرى 39 لنصر أكتوبر ومنحوا اسمه قلادة النيل العظمى؟ ده سعد الدين الشاذلي. أول امرأة تتولى منصب وزيرة الشؤون الاجتماعية في مصر 1962، دي حكمة أبو زيد. 3. دعا مصر وإسرائيل لعقد مؤتمر السلام في كامب ديفيد الرئيس الأمريكي كارتر. 4. أصبح مسيطرا على جميع قطاعات الجيش المصري بعد إذاعة بيان ثورة 23 يوليو 1952 اللواء محمد نجيب. بعد كده صوب الخطأ في العبارات التالية ثم أعد كتابتها كاملة في كراسة الإجابة. إشراك العمال في مجالس إدارة الشركات يعد من أهم إنجازات ثورة 23 يوليو 1952 في المجال الاقتصادي. طبعا هنا هنشيل كلمة الاقتصادي ونحط مكانها الاجتماعي. 2. اتخذت الدول العربية قرار بحظر تصدير النفط إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد اجتماع وزرائهم في السعودية. هنشيل كلمة السعودية ونكتب مكانها الكويت. 3. رئيس الدولة هو رئيس السلطة التشريعية. طبعا هنشيل كلمة التشريعية ونكتب مكانها التنفيذية. بعد كده عندنا آخر سؤال اللي هو السؤال الرابع، بيقول لنا: ما النتائج التي ترتبت على ثورة 30 يوليو 2013؟ هقول أدت إلى 3 حاجات. 1. ألف: عزل محمد مرسي في 3 يوليو 2013 وتسليم السلطة للمستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا. رقم ب: تعديل دستور 2012 وصدور دستور جديد 2014. رقم ج: إجراء الانتخابات الرئاسية وإعلان فوز المرشح عبد الفتاح السيسي. بعد كده السؤال الثاني: في ما النتائج قرار التحكيم الدولي الصادر في سبتمبر 1988؟ هقول له: أصدرت محكمة العدل الدولية في سبتمبر 1988 حكمها لصالح مصر، وعادت طابة إلى السيادة المصرية في مارس 1989. بعد كده السؤال رقم 3: تعاون منظمة اليونسكو مع مصر. طبعا أدى ذلك إلى إنقاذ معابد أبو سمبل 1964 وإحياء مكتبة الإسكندرية. بعد كده السؤال الرابع: من نتائج وقوع فلسطين تحت الانتداب البريطاني عام 1920؟ هقول له: أدى ذلك إلى قيام حكومة الانتداب البريطاني بتنفيذ وعد بلفور عن طريق اتخاذ عدة إجراءات. ألف: السماح لهجرة أعداد كبيرة من اليهود من جميع أنحاء العالم إلى فلسطين. ب: السماح بانتقال ملكية الأراضي من عرب فلسطين عن طريق الشراء إلى اليهود. بعد كده سؤال ب بيقول لنا: اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين. تم تدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات في أكتوبر 1967 خلال مرحلة، هقول له هنا، الصمود والتصدي. 2. تم إنشاء مجلس استشاري عام 1913 في عصر الاحتلال البريطاني لمصر تمثل فيه الجمعية التشريعية. 3. يعد نقط أعلى سلطة داخل جامعة العربية، هيكون ده مجلس الجامعة. 4. منظمة الصحة العالمية هدفها توفير الرعاية الصحية لجميع الشعوب ومقرها في جنيف. تمام. بعد كده يا جماعة عندنا آخر جزئية في السؤال الرابع اللي هو ج: ماذا يحدث إذا لم تقم ثورة 23 يوليو بإنشاء السد العالي؟ طبعا هقول لم تحمى أرض مصر من خطر الفيضان، ولم يتم تخزين المياه، ولم تولد الكهرباء. السؤال الثاني: لم تنهزم القوات العربية في حرب فلسطين 1948؟ هقول لم تحتل إسرائيل جميع أراضي فلسطين ما عدا قطاع غزة والضفة الغربية لنهر الأردن، ولم تقسم القدس بين اليهود والعرب. وبكده يا جماعة يكون حلينا
امتحان محافظة السويس. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واستنوني في حل الامتحانات المحافظات ان شاء الله اللي جايه اللي بعد كده. ولو عاوز تشوف حل المحافظات اللي هي قبل كده، من اول القاهره، من اول محافظه رقم 1 لحافظه رقم 9، ممكن تخش على قناه وتشوف حل الامتحانات، واكيد هتستفاد منهم. شكرا لكم وبالتوفيق للجميع.